ظاهرة جدا مهمة يعني اللي كانت منتشرة بديالة حقيقة، المخدرات. تعرف اليوم شغل الشارع هو المخدرات. اليوم المواطنين حديثهم، المسؤولين، يعني القنوات، المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، مخدرات. اكو ناس تجار مخدرات يحاولون يضرون المجتمع بادخال هاي المواد المخدرة من دول الجوار، خصوصا كانت ديالة هي ممر يعني لعبور هذه المواد المخدرة. اكو اجراءات اتخذتها قيادة شرطة ديالة للحد من هاي الظاهرة؟ وعفوا قبل لا تجاوبني على هذا السؤال، اذا عندك ايش قد موجودين يعني لقيت القبض على المروجين او تجار المخدرات، واللي المتعاطي عقوبته نفس عقوبة التاجر والمروج؟ نعم، احنا سبقت كل الحملات اللي قمنا بها للحد من ظاهرة المخدرات، هي نزلنا بالشارع بقوة، حملات توعوية بكل المجالات بكل الفئات، استهدفنا كل الفئات، العشائر، الحسينيات، الجوامع، المدارس، الجامعات. بلشنا بهذا الموضوع. بعدها بعد حملات التوعية صارت عمليات استباقية من قبل مديرية مكافحة مخدرات ديالة، كانت عمليات نوعية، لقينا القبض على أعداد كثيرة وحناهم للقضاء. أيضا كان اكو تعاون كبير من قضائنا العادل بهذا الموضوع. بالنسبة للأعداد كانت أعداد يعني خلال هاي السنة احنا عندنا تقريبا أكثر 175 متهم انحالوا للقضاء. وأيضا عندنا بسؤالك بالنسبة لموضوع المتعاطين، احنا انطينا فرصة وعندنا مستشفى خاص يعني استقبالهم ويعني إعادة تأهيلهم بالمستشفى الخاص اللي مكانه قرب الطب العدلي في بعقوبة. أيضا كانت توجيهات سيد معالي وزير الداخلية المحترم بالآونة الأخيرة أيضا بالنسبة لموضوع المنتسبين، فحص المنتسبين وفحص الضباط. وباشرت محافظة بغداد إن شاء الله، والمحافظات راح تباشر بفحص منتسبيها للحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطر حقيقي لجميع أفراد الشعب.